كان شقيق زوجي ديوري أصغر من زوجي بسنة واحدة فقط، لكن تصرفاته كانت مريبة جدا. لم يمر على زواجي سوى بضعة أشهر، لكني بدأت أشعر بالانزعاج من تصرفاته المشبوهة هذه. كان زوجي يغادر المنزل للعمل في الصباح الباكر ولا يعود إلا في المساء. لم تكن حماتي موجودة في المنزل، كان هناك فقط أخت زوجي نندي المخطوبة، وشقيق زوجي الذي كان يبدو قوي البنية وسليما ظاهريا، لكنه لم يكن يعمل شيئا وكان يبقى في المنزل طوال اليوم. اعتقدت أن أخت زوجي ستعاملني كأخت بعد الزواج، لأنها أيضا فتاة فقدت والديها، ولو عاملتها بمحبة وود فإنها ستفعل المثل. لكن هذا كان سوء فهم كبير مني. كانت أخت زوجي صامتة طوال الوقت، وعندما كنت أتحدث معها كانت تنتفض وكأنها غارقة في تفكير عميق. وعندما كنت أسألها في ماذا كنت تفكرين، كانت تقول لا شيء، فقط اهتمي بشؤونك، لا أحب التحدث كثيرا. شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا السلوك من أخت زوجي، وشقيق زوجي لم يكن يبدو لي طبيعيا على أي حال. كان ينظر إلي بنظرات غريبة طوال الوقت، لذلك كنت أتجنب التحدث إليه بنفسي. كان هذا الشخص غريب الأطوار جدا، يقضي معظم وقته في غرفته، ولكن كلما كنت أعمل في المطبخ كان يأتي فجأة دون أن تسمع له خطى ويقف خلفي. في إحدى المرات كنت أعد الطعام. أخت زوجي لم تكن تلمس أي عمل، لذا كان كل العمل على عاتقي. كنت أعد الطعام في المطبخ، شعرت وكأن شخصا يقف خلفي تماما. بمجرد أن استدرت لأرى طار عقلي، كان واقفا خلفي مباشرة. ابتعدت فجأة وارتطمت بالرف. لم يكن هناك أحد سواي وشقيق زوجي في المطبخ في ذلك الوقت، وبدلا من أن يخرج من المطبخ ابتسم عندما رآني وقال: أيتها الزوجة يا بهبي، إذا احتجت لأي شيء اطلبي مني، لا تخجلي. قال هذا وخرج من المطبخ. استعدت أنفاسي التي كتمت. لقد ساءني تصرف شقيق زوجي هذا جدا. فكرت أنني سأشتكي لزوجي عن تصرفه. هل هذا تصرف مقبول؟ ما الذي كان يفعله في المطبخ وهو جالس في المنزل بدون عمل ليقول لي هذا الكلام؟ بل هو في الواقع كان يأكل خبزا مجانيا من مال زوجي. لكن الغريب كان رد فعل زوجي. في الليل بعد تناول الطعام وعندما دخلنا الغرفة قلت: يا إعجاز، لم يعجبني كلام سلمان على الإطلاق. أخبرته بكل تصرفات سلمان فقال: أنت تفكرين خطأ، إذا قال لك هذا فعليك أن تقبلي قوله. أي شيء تحتاجينه اطلبي من سلمان وسوف يحضره لك، لا يوجد ما يجعلك تستائين من هذا. لكن ما حدث لي في اليوم التالي كان غريبا جدا. كان إعجاز يضطر في كثير من الأحيان للسفر خارج المدينة بسبب عمله، وكانت أخت زوجي تبقى في غرفتها طوال الوقت. في البداية عندما سافر إعجاز طلبت من أخت زوجي أن تنام معي، لكنها أعطتني ردا قاسيا ومباشرا. كنت منزعجة للغاية من سوء خلقها. في الليل عدت إلى غرفتي ونمت. كانت نومتي خفيفة، حتى في النوم العميق كنت أسمع صوت الخطوات أو كنت في حالة يقظة ذهنية. كنت في هذه الحالة أيضا عندما شعرت وكأن باب غرفتي فتح ببطء شديد واقتربت خطوات مني. كنت في حالة نعاس، لذلك لم أفتح عيني، لكنني شعرت وكأن أحدهم وضع يده تحت وسادتي. بعد ذلك عاد شخص ما بهدوء من غرفتي. فجأة انفتحت عيناي على صوت إغلاق الباب. رأيت أن الباب كان مغلقا، لكنني كنت في حالة نعاس في ذلك الوقت. ربما كان هذا مجرد وهم مني. عندما استيقظت في الصباح وشرعت في ترتيب غطاء سريري، رفعت الوسادة فوجدت تحتها ورقة نقدية بقيمة 1000 روبية. رؤية هذا أعادت لي تذكر حادثة الليلة الماضية بأكملها. مهما غضبت من شقيق زوجي فإن غضبي كان قليلا. بالطبع أخت زوجي لم تكن مستعدة للمجيء إلى غرفتي أو التحدث معي. كانت تعيش في عالمها الخاص. كانت مخطوبة لابن عمها الذي كان في دبي، وكانت تقضي معظم وقتها في التحدث معه على الهاتف. إذن من المؤكد أن شقيق زوجي هو من قام بهذا العمل. من يكون ليأتي إلى غرفتي في وقت متأخر من الليل؟ أمسكت بورقة 1000 روبية وخرجت من الغرفة بغضب. في ذلك الوقت كان شقيق زوجي جالسا في الصالة، وكانت أخت زوجي تجهز الفطور لنفسها. ذهبت إليه بغضب وأريته الورقة النقدية. قلت: هذا تصرفك؟ عندما سمع نبرة صوتي المليئة بالغضب أصابه بعض التردد، لكنه أومأ برأسه بالإيجاب وقال: نعم. فقلت: إذن كيف تجرأت على فتح باب غرفتي والدخول في وقت متأخر من الليل؟ عندما سمعت أخت زوجي نبرة صوتي العالية والقاسية خرجت من المطبخ. عند سماعي هذا تلاشى لون شقيق زوجي. قال: كنت أسألك دائما إذا كنت بحاجة إلى أي شيء،
ولكنك لا تقولين شيئا، لذلك فكرت أن أضع المال تحت وسادتك إذا احتجت لشراء أي شيء يمكنك أن تفعليه. كان يتحدث بهدوء وبنبرة طبيعية وكأن شيئا لم يكن. قلتم: أولا، أنا لا أريد منك شيئا. ثانيا، إذا كنت حريصا جدا كان يمكنك إعطائي هذا المال في وضح النهار. ما هذا التصرف أن تدخل غرفتي ليلا في الوقت الذي لا يكون فيه أخوك في المنزل وتضع المال تحت وسادتي ثم تذهب؟ هذا ليس تصرفا لائقا. عندما سمعت أخت زوجي نبرتي القاسية وبدلا من توبيخ أخيها قالت: ألم ترى غطرسة هذه الفتاة؟ لهذا السبب أنا لا أتحدث معها. كنت أنت المهتم بها كثيرا وتقول: إنها زوجة أخي، إنها زوجة أخي. انظر إلى وجهها الحقيقي. كنت أعرف أنه إذا أتت امرأة غريبة إلى منزلنا فإنها ستزرع الفتنة بيننا نحن الثلاثة. أما أنا فسوف أتزوج بعد 4 أشهر، ولكن سترى يا سلمان، هذه ستجعل أخاك إعجاز ضدك وتطردك من هذا البيت. ستصبح مشردا. تخلص منها، لا تعطيها المال. لقد صدمت عندما سمعت كلام أخت زوجي. ثم قالت: سأجهز الفطور، سأعده لك أيضا، لأن السيدة النبيلة مهراني صاحبة غاضبة جدا ولن تعد لك فطورا. قالت هذا وذهبت إلى المطبخ، وبقيت أنا أنظر إليها بدهشة. كم كانت سيئة الخلق. كانت تلومني على توبيخي لأخيها بسبب تصرفه الحقير. صنعت أنا أيضا فطوري فقط، ولم أعد طعام الغداء. صنعت لنفسي عجان وتناولت الطعام وجلست. في المساء كنت أسمع أصوات صراخ أخت زوجي من الخارج في غرفتي. كانت تطبخ شيئا في المطبخ، وفي الوقت نفسه توجه إلي كلاما جارحا. كانت تقول: لم يمر شهران على زواجها وقد بدأت تظهر طباعها. هل تزوجنا أخي بهذا القدر من المال لكي تجلس هذه الأميرة الساكنة نواب زادي في الغرفة وتضخم الأمور وأنا أعمل هنا في المطبخ؟ كنت أفكر في داخلي: كان جيدا أنها كانت تقضي وقتها في الغرفة. لم أكن أعلم أن لسانها يمكن أن يكون طويلا إلى هذا الحد. في الليل عندما عاد إعجاز كان غاضبا جدا. ربما تكون أخت زوجي قد ملأت أذنيه بالكلام. وصل دون إخباري، ولهذا لم أكن قد أعددت أي شيء. عندما جاء إعجاز خرجت أنا أيضا من الغرفة. على طاولة الطعام قدمت أخت زوجي الطعام بمزاج سيء للغاية. جلس إعجاز وبدأ يتناول الطعام، وجلس سلمان أيضا، ولكن بمجرد أن هممت بالجلوس قالت لي أخت زوجي: قومي من هنا وأطبخي لنفسك، أنا لست خادمة لأبيك لأزين الطاولة أمامك. عند سماع هذا قاطعها إعجاز وقال: أفشان، ما هذه الوقاحة؟ فقالت: التزم الصمت أنت. كنت أعرف أنه لن يمر 8 أيام على زواجك حتى تتحدث بلسان زوجتك. ألا ترى كيف كانت وقحة مع سلمان هذا الصباح؟ كانت مصرة على توجيه اتهامات حقيرة مختلفة له. لذلك أنا لن أتحمل تصرفاتها هذه. إذا كانت جائعة يمكنها أن تطبخ لنفسها ما تشاء وتأكل، لكنها لن تأكل ما طبخته أنا. بدأ إعجاز يقول لي: ماذا حدث؟ ولماذا بدأت بإثارة المشاكل بمجرد وصولك؟ ليس لديك مسؤولية عن حماتك أو حماك، ولا يوجد الكثير من العمل في المنزل لكي تقومي بمثل هذه التصرفات السخيفة. لقد أهانني إعجاز دون الاستماع إلي. قلت: اسمع أولا ما لدي لأقوله. لقد أهنتني بالفعل. ما هو هدف شقيق الزوج من الذهاب إلى غرفة زوجة أخيه في ظلام الليل؟ إذا كان لديه مثل هذا الشغف لإعطاء المال كان يمكنه أن يعطيه في النهار، وأنا لا أطلب منه مالا، فلماذا يأتي إلى غرفتي دون سبب؟ عندما سمع إعجاز كلامي تحدث وكأن هذا الأمر ليس شيئا ذا أهمية كبيرة،